مصر دلوقتي بتدخل عصر جديد تماما في الطاقة النووية، مشروع ضخم هيغير شكل الصناعة والطاقة في البلد كلها. وده اللي بيحصل دلوقتي مع محطة الضبعة النووية. الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين شاركوا في وضع هيكل الاحتواء للوحدة الأولى، وهي خطوة رمزية وعملية في نفس الوقت. بتأكد إن مصر ماشية بخطوات قوية لتوليد كهرباء آمنة ومستدامة. المشروع مش مجرد محطة كهرباء، ده كمان هيخلق آلاف فرص العمل، وهيقوي الاقتصاد المصري، وكمان هينقل أحدث الخبرات والتقنيات للمهندسين والفنيين المصريين. تكلفة المشروع حوالي 28.5 مليار دولار، منها 25 مليار قرض روسي لمدة 22 سنة، والتنفيذ كله على شركة روساتوم الروسية. المحطة هتضم 4 مفاعلات من الجيل الثالث بلس شغالة بالمياه المضغوطة، والقدرة الإجمالية هتكون 4800 ميجا وات. والمفاعل الأول متوقع يشتغل سنة 2028، والعمر الافتراضي للمحطة حوالي 60 سنة. محطة الضبعة مش بس كهرباء، ده مستقبل مصر في الطاقة النووية.